السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب. بتمنى من حضراتكم باللايك والشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي عشان كلنا ناخد ثواب ان شاء الله. فضلا وليس امرا يا جماعة، نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. جماعة المطبلاتية اللي بيطبلوا الكابتن حسام حسن والدراويش بتوعه، احب اقول لكم: حبوا منتخب مصر، حبوا منتخب مصر اكتر من اي حد، اكتر من اي حد ايا كان يا جماعة. مين اللي ماسك منتخب مصر؟ ايا كان مين اللي ماسك منتخب مصر، خلي عندك منتخب مصر افضل من اي مدرب. انا مش بتكلم على النوادي، انا بتكلم على منتخب مصر. انا في الفيديو ده بتكلم على منتخب مصر، ماليش دعوه بالنوادي وماليش علاقه باي نادي. انا بتكلم على منتخب مصر. فانت حب منتخب مصر افضل من اي حد، ما تحبش الكابتن حسام حسن وتفضل الكابتن حسام حسن على منتخب مصر. كابتن حسام حسن اللي انتوا يعني معلش عمالين تتكلموا، انا مش بهد فيه، انا بتكلم فنيات. كل الاحترام والتقدير للكابتن حسام، ولكن فنيات يا جماعة مفيش والله، مفيش. اتمنى والله ان الاداء يتغير ونشوف شكل تاني للمنتخب في افريقيا. اتمنى، ولكن اللي متأكد منه بنسبة 100% ان الكابتن حسام مش هيكون معانا في كأس العالم. كابتن حسام مش هيكون مع منتخب مصر في كأس العالم. في كلام وفي اخبار يعني شبه مؤكدة ان تم التواصل من اتحاد الكرة مع المدير الفني السابق للنادي الاهلي مارسيل كولر. تمام. واتمنى ان الاخبار دي تكون صحيحة، وجهة نظري اتمنى ان الاخبار دي تكون صحيحة، ويكون مارسيل كولر معانا في كأس العالم. لان طبيعي احنا ان شاء الله باذن الله، وجهة نظري واللي انا شايفه ان الكابتن حسام حسن يعني هنخرج خروج مشرف ان شاء الله في دور المجموعات. انا والله ما بكسر مهادفكم ولا يعني بخلي الناس تفقد الامل، ولكن دي وجهة نظري بعد الاداء اللي شفناه في الماتشين اللي لعبناهم في الامارات. تمام، الماتشين الوديين اللي احنا لعبناهم دول. فانا والله يا جماعة مش بكسر مهادفكم، ولكن انا يعني عندي امل ان شاء الله باذن الله الاداء يتحسن الفترة الجاية. ولكن ده احساس، هو ده احساس، والله احساسي ان احنا مش هنعمل اي حاجة خالص في افريقيا الجاية دي في المغرب. وربنا يستر لان الاداء غير مبشر. ولو حد شايف حاجة غير كده يا جماعة يطلع يقول لي، يطلع يقول لي لا انت وجهة نظرك غلط. المنتخب لعب وادى. والله منتخبنا في الماتشين، انا اتفرجت على الماتشين، لم يقدم شيء. والله منتخب حلمي طولان والله يا جماعة بيلعب كورة والله وبيقدم كورة. ربنا يستر.